السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحة وهنا وراحة بال. الفيديو عاد هنينا جميل جميل جميل، حاجات تكات بسيطة جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. طب حنعمل ايه النهارده؟ نوريكم عاد البط بتاعي، خلاص رمضان على الابواب، كل سنة وانتم طيبين وحاجاتنا كلها خير وصحة وهنا وراحة بال. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. البطة جهز وأموره كله تمام. نشوف عاد تكتنا ايه. يلا عاد ما تنسيش عاد في اللايك عاد. شفتوا هنقدم لكم حاجات جميلة، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ولو انت عاد مربي البط كتبي لي عاد في كومنت عاد، وانا عندي عاد مع قناتنا وعاد مدير بيتي هنقدم لك حاجات جميلة جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين اه اوزان عاد تعيبك، بس في ايه يذبح على العيد وفي جهز. البطة يا جماعة عشان نقولكم ايه نوع بلدي، والتاني نوع مسكوفي صغير مسكوفي. بس مع الأسف ده الحق وده ملحقش، ده يطول، ده ياخد 90 يوم بالظبط، ده عمره شهرين والله العظيم يا جماعة ما أكدب عليكم، ده عمره شهرين. بس التاني ده يعني هذا دخل في ال3 شهور. أي بط يذبح على 90 يوم بالظبط، لو انت هتدي أكل حلو وأكل محترم زي العلف. طيب حنوريكم حاجة، بصوا العيش، اي حاجة هنلاقيها عندي هنبدأ على طول نحطها ايه، ننشفها. بواقي بيت، ده كله بواقي بيت. قرن كده كده كده. ايوه نبدأ نخبز الخط الرصة التانية. على طول نجيب العيش حبيبتي ونبدأ، اللهم صل على سيدنا محمد، نروح ننشف القديم ونحط في التلاجة الجديد. طبعا أي ست بيت مصرية هتعمل كده، والأحسن عاد وفري وأكل البيت عشان إيه في الغلا ده. صراحة أنا كنت ربى معاكم كميات كتيرة، بس كنت بدفع فلوس، كان يعني إيه عجزني. بس دلوقتي إيه انت شايفين إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أسعار غليت، الأكل غلي، العلف يعني بقى حاجة فظيعة فظيعة فظيعة. اه اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين اه ده غير بقى شوية رز شوية طبيخ. موضوعنا سهل 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 ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آه. آه. لازم عاد اكل البيت بط تاكليه من اكل بيتك، لازم. صراحة هتحس بتوفير، هتحس انه موفرة في اللحمة. كيلو بط عاد، يلا نقولكم كيلو البط هنا عامل كام. طبعا اسعارنا كل بلد اللهم صل على النبي ساعات هنزيد 5 جنيه بالكتير، 10 جنيه بس. طيب اسعارنا عندنا كيلو البط عندنا عامل كام؟ كام يا رودي؟ قال ايه الفروج الابيض عندنا وصل 85 جنيه، 85 جنيه. ده الفروج اللي هو كمان العتقي أبيض، أمهات كمان. طيب البط كام؟ 100 جنيه كيلو، 100 جنيه. دي الأسعار عندنا. يعني البطة فيها 4 كيلو ب400 جنيه. لا إله إلا الله. عارفين إيه حصل في الدنيا. أه طبعا هتربي البطة من عندك أو يعني أو تسرقيها من جارتك ب400 جنيه. هتموت، يعني أنا افتحي لها المنظرة. يعني يوم ما تموت تفتحي لها المنظرة على الأسعار اللي احنا عارفينها. أه اللهم صل على سيدنا محمد. أه. شفت الأسعار. اه مم. نوع زي ما قلت لكم، جريعي او شرشيري او بلدي مع مسكوف، المسكوف الابيض ده الهادي. مم. اللهم صل على سيدنا محمد. مم. شايفين آه. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا حط ردة وعلف وحط عيش، هياكل اي حاجة. وبالنسبة للخضرة بالجمال ما حصل. مم.
اللهم صل على سيدنا محمد. شفتوا؟ اه اه. يلا عاد كل سنة وانتم طيبين، وحبيت نوريكم البط بتاعي ونوريكم بط رمضان اللي انا كنت مربياه واتأخرت مع الأسف في التربية لظروف خاصة. تمام. فإن شاء الله بإذن الله انتظرونا عاد في فيديو وحاجة أحلى من كده وأشيك بإذن الله، وهنربوا برضو بعد العيد ونشوفوا بقى كمياتنا قد إيه. وبقى إيه اللي عايزة تعمل بط مشروع، إن مشروع حبيبتي إن شاء الله بإذن الله هيرجع حقه. والحمد لله حق المزارعين وصل. بقى الواحد كان يتكلم يبيع يجيب علف غالي ويربي طير، دلوقتي لا، هتربي والوفر هتلاقيه بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله يكون عجب فيديو عجبك، وحياتنا وتكاتنا كلها عجبتك بإذن الله. يلا حبيبتي نقول هات مع قناتنا وعاتي مع طيوري. إن شاء الله بإذن الله هنقدم الحاجات الجميلة، الحاجات المفيدة. واللايك عاد لايكات يا جماعة، الفيديو بتاعي يستاهل 100 لايك، اللايكات نازلة. ونشوفوكم عاد في فيديو أحسن من كده وأشيك وأجمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.